المجتمع الدولي في مجال الصناعة النسيجية وضع مجموعة من القوانين والاحتياطات والاعتبارات، لأنه ثبت بالقطع عالميا إن، وإحنا جزء من هذا العالم طبعا، ثبت بما لا يدعو مجال الشك إن هناك بعض المواد التي تسبب أمراض للإنسان، خصوصا السرطان. الصين والهند أما بيجي يصدر مواد كيماوية لألمانيا غير ما بيصدرها لمصر، نفس مادة التجهيز، بس ديت منتهى الحرص ومنتهى النقاء وما فيهاش أي حاجة ضارة، في حين إن أنا ممكن أقول لك دول ما بياخدوش بالهم يعني، أو إنهم ما عندهمش حتى قدرة على التحليل. في الملابس القطنية في كذا نوع من الصبغات بتستخدم لصباغتها، في منها ما هو رديء وفي منها ما هو جيد، مش هتقدر تعرف الكواليتي بتاعته الا لما تستخدمه. نفس درجة اللون ثابتة، مفيش تغير في اللون، ما بيأثرش على الملابس التانية لو حصل عملية ووشنج ليها أو غسيل ليها. بالعكس بقى، بالإضافة إلى عكس الرياكتيف اللي هو الصبغات مثلا المباشرة، بتبص تلاقي إن أولا مع المشي في الشمس بتبص تلاقي لونها بيتغير، مع الغسيل المتكرر اللون بيتغير بسرعة. Azo dyes is a main component of the reactive dyes. This doesn't mean is harmful or toxic or whatever. الازو دايز في حد ذاتها لا يمكن ان اعممها، لكن هي فيه مجموعه منها اللي هي بيخرج منها نوع من الامين، واخد بالك؟ الامينات ديت هي اللي بتسبب السرطان، واخد بالك؟ لكن مش في كثير جدا جدا من الصبغات الصحيه اللي ليس هناك ضرر من استخدامها، وفيها مجموعات من الاسم. المواصفه الجديده برضه بتبدا من حيث انتهى العالم في الصبغات، وبنحظر استخدام الصبغات التي لها اثر مضر سواء على الانسان او على البيئه.